اهلا بحضراتكم. حقيقه يعني التقرير ده تعبير عن اغلبيه المصريين، تعبير بسيط جدا عن اغلبيه المصريين ازاي بيقضوا ليله راس السنه. الناس دول قديم الارض او ملح الارض، عايزين بيقضوا يوم بيوم، يقول لك الستر. وعايز اقول ان دي قمه السعاده. احنا تعمدنا نروح بتمر صح النوم للريف علشان اللي عايشين في القاهره او في العواصم وبيفكروا ازاي هقضي السهره وازاي هيروح يشرب ولا يروح يحضر سهره او يا عم. في الاغلبيه عايشه بالبساطه دي وعندهم مشاكل وعندهم هموم وعندهم قضايا ابسط بكتير مما تتصور او تتخيل. انا بقول ان احنا الاعلام المفروض يتوجه للناس البسيطه دي، وبقول للناس اللي طلعوا معايا في التقرير يا رب بكره بالنسبه لكم يبقى احلى، ان شاء الله يبقى احلى. الفقره دي الحقيقه هي يعني جزء من اليات او اجراءات نهايه السنه. ان احنا علم الفلك علم معترف به، علم الفلك كان يسمى علوم الفلك عند العرب، والعرب الحقيقه قبل العرب الفراعنه. يعني انا بعتبري عاشق للتاريخ الفرعوني وده موضوع كبير قوي. من قبل عصر الاسرات ومن اول الاسره الاولى للاسره الرابعه اللي هي فتره خوفو والهرم الاكبر، كان المنجمين وعلماء الفلك هم جنبا الى جنب بناة الاهرامات. فعلم الفلك كان بيستخدم في البنى كمان. نتيجة بعض التخاريف اللي اصدرها البعض، نتيجة بعض الاشاعات، نتيجة ان في برضه مواقع بتستغل ده استغلال سيء، فالبعض بيتخوف يقول لك دول منجمين وبيستدعوا الحديث بتاع كذب المنجمون ولو صدفوا بالفاء. بينما هناك في العالم الغربي في مراصد وفي مراكز بتبحث في هذا وبتيجي في نهايه كل سنه برضو وتشوف علم الفلك بيقول ايه من توقعات او من تنبؤات. احنا من هذا المنطلق حابب نستضيف واحد من اهم علماء الفلك المصريين، اطلق عليه نوستردام العرب. واحنا هنقول حكايه نوستردام العرب دي لانه برضو ناس كتير مش عارفه يعني ايه نوستردام العرب، وهنتلقى تليفوناتكم. هو يقول لنا هو دايما عنده قنابل كده وعنده متفجرات بيقولها في نهايه كل سنه. الحقيقه معظمها بيتحقق، بعضها لا يتحقق، وهنعرف ده ليه. وهنتلقى تليفوناتكم لانه برضو الناس بتربط ما بين التنبؤات وما بين احوالها الشخصيه. فموضوع الابراج واللي مولود في الحوت عايز يعرف السنه 2016 اخبارها ايه باعتبار انا حوت، السرطان، العقرب، العذراء، الخ. هالفقره انا عارف انها مثيره وانا معايا واحد مثير للجدل، هو عالم الفلك الاستاذ احمد شاهين. ازي حضرتك؟ استاذ محمد، كل سنه وانت طيب. الله يخليك. بهنيك على اعاده بس برنامجك صح النوم. الله يخليك. وانا سعيد ان انا بكون معاك في اول حلقه. وانا سعيد جدا رغم ان احنا كان يعني يقال ان في بينا تاتش. لا ما فيش تاتش ولا حاجه. وانا قالوا لي انك كنت ناوي ترفع قضيه بس رجعت في كلامك وقلت لا يعني انت عارف حضرتك بقى يعني الفيسبوك والاعلام والاشاعات. بس يعني حضرتك قلت في 2013 بعض الاعلاميين سيتم اغتيالهم. محاولات اغتيال. لا اغتيالهم ولا محاولات؟ محاولات اغتيال. اصل انا حصلت معايا محاولات اغتيال 2013. عمرو اديب يعني 2014 قلت يعني لا هو الاول بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه اساسا للتوقعات انا دايما بصدر كل سنه في وفيات. نعم. في محاولات اغتيال زي ما انا جاي السنه دي مثلا في اغتيالات. وبالتالي فلما اقول اختفاء ممكن يكون ليس اختفاء بالموت لا قدر الله، ولكن ممكن يكون اختفاء معنويا، اختفاء من الساحه مؤقتا. كويس. يعني في ثواني اوضح للناس حقيقه علم الفلك. تمام. وهل هو علم انا اسف ام دجل؟ لا طبعا، اولا علم الفلك والنجوم هو من اقدم العلوم في العالم وهو على راس جميع العلوم. علم الفلك هو علم سيدنا ادريس او اخنوخ او هامس الهامسه، هو يدخل ضمن نطاق وعلم ادم الاسماء كلها. في لمحه بسيطه كده عشان نقدر نقول ان العلم اي علوم الانسايت او استشراف المستقبل جميع الطرق تؤدي الى عمره. ممكن واحد بيقعد فنجان يشوف المستقبل، في واحد بيشوف حلمه يتحقق، في ناس بعض الناس بتشوف التاروت، بتشوف اواكب كوتشينه. اما المنهج الوحيد الذي يطلق عليه علم انسايت تاروت اللي هو برضه ورق اواكب تاروت ورق فضائيات بتنشر في الورق. نعم. لكن اي حاجه يطلق عليها علم ساينس لها منهج. في علم الفلك والنجوم انا معايا دكتور في الفلك من بريطانيا عضو الاتحاد الامريكي للفلكيين، وبالتالي بعمل ابحاث في مناهج في معايا. لا سؤال هنا بقى ما بتعمل رساله
بحث زي ماجستير او دكتوراه. هو النظام مختلف هناك عن هنا. لازم يكون اولا بتستجد شيء، بتبحث طبعا عن شيء. طبعا في حاجات زي اكتشافات. طب انت لما قدمت للدكتوراه ايه الجديد اللي انت قدمته في هذا العلم بره؟ اللي قدمته ان في طبعا في اكتشافات جديده، يعني انا دارس الفلك بشقين. البحث اللي هو زي كليه العلوم هنا، اضافه للميتافيزيكس. بره في بريطانيا وامريكا بيعترفوا بيه كعلوم ما وراء الطبيعه، ما وراء الحياه. يعني الكليه اللي انا فيها مثلا كانت اخذه زماله من كامبريدج وعضو الاتحاد الامريكي الفلكيين. طبعا مش زي الوضع في مصر ان انت تقدم رساله ماجستير وبعدين دكتوراه وتنزل المكتبه الى اخره، لا، لكن في ابحاث ليك توقعات محققه في المجال الميتافيزيكس. طيب ايه اللي انت قلته وتحقق، وايه احنا كنا عاملين تقرير بس انا عايزك ان انت اللي تقول. تمام. خلال السنوات الماضيه. اكيد. انا هبدا الاول بالنسبه لو اللي قلته في 2015 انا في السنوات السابقه وفي 2015. انا هركز على 2015. يعني شده البرد في الشتاء، السنه كانت داخله يوم الخميس، وبالتالي في الصقيع والشتاء هيكون شديد، وبالفعل وفاه العديد من الفنانين. فاتن حمامه الملك عبد الله ملك السعوديه. حضرتك توقعت بوفاه هذه الاسماء بالتحديد؟ ما انا حضرتك قلت لي في الاول انت مثير للجدل. لان انا بتوقع في ناس بتتكلم على العموم، وفي ناس بتنصحني ان انا اتكلم على العموم. بقول لهم لا، انا على مسؤوليتي باخد الريسك او المخاطره، بدليل ولاني واثق من توقع شريف من المهندس علي حسنين. حضرتك توقعت بوفاه ميرنا طبعا علي حسنين صباح وفاتن حمامه عمر الشريف نور الشريف عبد الله الى اخره. الهجوم الارهابي باوروبا، فرنسا، المانيا، بلجيكا الى اخره. رونالدو افضل لاعب بالعالم وحددته متفوقا على ميسي. طب مع استاذ احمد معلش اتفضل. حضرتك بتجيب كل الاسماء قدامك كده وتحطهم على ورقه وتشتغل على مين هيموت ومين رغم ان ده علم الغيب ولا تعلم نفس باي ارض تموت، يعني ولكن الله لم يقل وما تدري نفس وما تدري نفس، انا اسف ولكن الله لم يقل وما تدري نفس متى تموت كالالها. وبالتالي فان هناك غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي. غيب مطلق هو الذي اختص الله به نفسه وبعض رسله، فلا يزور على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. اما الغيب النسبي فهو ان انا اعرف شؤون الناس، هتاكل ايه بكره، هيجي لك فلوس ايه، جواز طلاق الى اخره. فهذا لا يدل الاسلام في شيء. وتوجد بعض الاحاديث وبعض اراء اهل السنه والجماعه منهم الامام متولي الشعراوي بيؤيد كلامي هذا. يعني الامام الشعراوي ايد كلام حضرتك؟ سالوه في علم النجوم، قال لهم دي حاجه كانت مخفيه على الناس لان دي حسابات وليس بدل او شعوذه بتنكشف للناس بعد برضه. معلش انت مثلا بيجيب كل المشاهير قدامك بياناته، انا عندي بيانات السابقين والحاضرين واللاحقين، كل المشاهير في جميع المجالات، حتى الدول. لكل دوله لها ميلاد مثل اي شخص. يعني الاستاذ محمد الغيطي ليه تاريخ ميلاد، مدينه ميلاد، ساعه ميلاد. بيرسم الهيئه الفلكيه اللي هي مخطط مختصر لصفحه السماء ساعه ميلاده. وبالتالي توزيعات الكواكب، البيت الاول بيت النفس، البيت الثاني بيت المال، البيت السابع الزواج، العاشر الطموحات والمال الى اخره. وكذلك الدول. ميلاد مصر كان حضرتك لك ميلاد معين، ميلاد الدول هكذا. ميلاد امريكا كان الاستقلال عند بريطانيا. ميلاد مصر الجمهوريه المصريه وليست المملكه المصريه 18 يونيو 1953 اللي هو عيد جلاء الانجليز عن مصر. وبالتالي فهو ميلاد عن قناه السويس المصريه. السنه دي اللي هو كان 18 50 بقدر استشف الكواكب اضافه. بس ده ميلاد حديث، انما مصر اقدم دوله. لا، ما انا بقول لحضرتك في فرق بين المملكه المصريه دي حاجه ثانيه، اما الجمهوريه المصريه. خلينا نخش في الغميق. انت على صفحتك قلت كلام خطير جدا. تمام. وتوقعت برضو وتنبأت بموت شخوص ومشاهير. السنه الجديده ولا اللي فاتت؟ هو كده وكده. خلينا في اللي جايه. طيب كان من ضمن برضه التوقعات المحققه فتح الجبهه الغربيه وحرب على داعش. دخول الجيش التركي الارض السوريه، مدرب اجنبي المنتخب، تفجيرات سنترال رمسيس، نجاه اوباما من محاوله اغتيال، استقالة المستشار مرتضى منصور وعودته مرة أخرى، ابتدى النائب العام المصري المستشار هشام بركات ليلة القدر 27 من رمضان. توقعت اغتيال هشام بركات؟ أنا بقول لحضرتك أنا بتوقع بالاسم يعني. تمام. معاودة السيسي المشرف بتاع السيسي لبس الزي العسكري، قلت السنة اللي فاتت قبل السنة 2015 ما تيجي. مش حقيقة طيب نخش على توقعات 2005 علشان التليفونات بدأت تخش عليا. طيب. ماشي، انا بس خلي معايا احمد من الجيزه على التليفون. يا احمد ثواني هنعرف توقعات 2016 بسرعه. تمام. بالنسبه على طبعا في مستوى العالم ومستوى حضرتك تابعت اللي قالوه العلماء
العرب زي اللبنانيات مثلا، لبنانيات منتشرين، ليلى عبد اللطيف ومش عارف فرج انا مش عايز اقول الكلام ده يعني لكن الكثير من اللبنانيين يخاطبونني يقولون ان توقعات انا لي الاسبقيه وبنشر من بدري بعض وسائل الاعلام. في البعض مش عايز اقول اللفظ يعني لكن بيقتبس من احمد شاهين، لكن انا لي السبق مهما قالوا كده فكلام احمد شاهين تريد مارك معروف كلامي وموثق في شيء. يعني ليلى عبد اللطيف بتاخد منك؟ دي اشهر منجمه في العالم العربي. اللبنانيين اتصلوا عليا وقالوا نفس الكلام في الاول خالص قبل ما اطلع الفضائيات. خلاص في حاجات ليلى عبد اللطيف لها حق الرد لو هي سمعت. تمام. سياسيا مصر يا استاذ احمد، نبدا بمصر وفي الدول العربيه وفي الدول العالميه. اتفضل. ابدا من الاخر ولا من مصر الاول؟ مصر. نبدا من مصر. طبعا العام الجديد يدخل يوم الجمعه 1 يناير، وبالتالي يوم الجمعه بيحكمه تنجيميا او فلكيا كوكب الزهره فينوس. فينوس بيحكم المله الاسلاميه، كما ان المشتري كل كوكب بيحكم مله، كما ان المشتري يحكم المسيحيين. وبالتالي فان العام الجديد سيكون من سماته التركيز على المنطقه الاسلاميه والدول العربيه، الاحداث من خلال الحرب على داعش الى اخره. بالنسبه لمجلس الشعب، توقعت ان المجلس الشعبي سيتم من خلال اكتمال خريطه الطريق المرحله الثالثه، لكن اتوقع المشير عبد الفتاح السيسي سيتم محل المجلس الشعب القادم مجلس النواب سيتم محله العام الجديد ولم يكتمل سنه. واتوقع طبعا بالنسبه للاسماء انا قلت لن تخلو الاسماء يعني الاسماء المرشحه لرئاسه مجلس النواب عن 3 اسماء، لكن قالوا لي اختاروا يعني اسم واحد دايما في. لا احنا موافقين تقول لنا ال3 اسماء مين هم؟ تمام. انا كنت بقول في يعني بعض الاسماء ليست من القانونيين لكن انا بركز على واحد لان انا برضه يعني بتحدى، قالوا لي تحدى اقول، فانا بقول لهم رئيس مجلس الشعب القادم هو المستشار سري صيام. معينين النهارده. تمام. لا انا الكلام ده طبعا قايله من زمان بس هو فعلا من المعينين. بس انا قايله المستشار صيام رئيس محكمه سابق. تمام. بالنسبه في تهديدات متبادله العام الجديد 2016 بين مصر وقطر وقد تشن مصر عمليات عسكريه بعيده المدى على الاراضي القطريه. اتوقع وارى الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي في العام الجديد في زياره الى ايران وزياره الى روسيا وزياره الى سوريا، وسيجتمع مع بشار الاسد من اجل تدشين مرحله الحرب على الارهاب او داعش قبل تنحي بشار الاسد واغتياله لاحقا. كما ان المشير عبد الفتاح السيسي سيشاهد، انا شايف يعني بشار سيغتال بعد تنحيه عن الحكم، لن يكمل الحكم باي حال من الاحوال. روسيا مدين له من 6 شهور لسنه ثم السنه التاليه انتخابات. روسيا وايران هيتخلوا عنه. كما اتوقع وارى ان المشير عبد الفتاح السيسي سيزور السعوديه لحدث هام سيكون من عناوين المنشطات العام الجديد. العام الجديد اتوقع ان بعض الكتائب الداعشيه على ارض سيناء بعد لكن نهايه داعش في سيناء. اتوقع نهايه داعش في سيناء ستتجرأ وستدخل سيناء بمساعده اسرائيل ومساعده حماس يعني والمملكه الاردنيه هتفتح الحدود. ده يتم خلال السنوات الجديده 2016. طبعا يعني حضرتك بتقول ان نهايه داعش في 2016 في سيناء ستكون مقبرتهم سيناء. بالظبط كده. تمام. يا رب. السد العالي المصري اتوقع عمليات ارهابيه وتفجيرات في السد العالي المصري، واراه يتصدر عناوين المنشطات، وارى تدخلات روسيه. انا اتوقع في قواعد للاسف العام الجديد سيشهد قواعد غربيه عسكريه امريكيه وغربيه في سيناء، لان حادثه الطائره الروسيه التي وقعت فوق جبل الحلال في سيناء ستعاود الظهور من جديد في حادثه واثنين وثلاثه، ففي قواعد عسكريه في سيناء وقواعد عسكريه روسيه حوالين السد العالي كما ايام عبد الناصر في الخمسينات والستينات. لاول مره سيتم تعيين او انتخاب رئيسه وزراء امراه في مصر. هنشاهد رئيسه وزراء امراه في مصر. بتتكلم جد؟ ايوه سيحدث في 2016 لاول مره. انتخاب قصدك ترشيح؟ ما رئيس الوزراء ده بيجي ما بقول لك لا لان انا متوقع تغييرات في النظام، فانا بقول انا مش متابع الشان السياسي ومش متابع المصطلحات يعني بحلل فلكيا، فبالتالي انا بقول انتخاب او تعيين في كلا الاحوال على اساس ان السلطه التنفيذيه دي ممكن تبقى لاول مره في تاريخ بالظبط كده السلطه التنفيذيه. تمام. ما ده انفراد لحضرتك والاستاذ محمد الويتي، وانا بقول لاول مره سنشاهد امراه في امراتين في 2016 طبعا هنشاهدهم في المنطقه العربيه. في سيده خليجيه ستتولى رئاسه الوزراء في بلدها، اعتقد ان هي سيده خليجيه وسيطلق عليها المراه الحديديه كما مارجريت تاتشر. طيب انا معلش التليفونات قاعده معلش بترن